رساله للزملكاويه اللي زعلانين ان الاهلي مضى زيزو، عقبال ان شاء الله باذن الله فتوح والونش وحسام عبد المجيد، ناس بتفكر، لعيب بيفكر صح، لعيب رايح يلعب كاس عالم، بيمضي مع النادي هيلعبوا كاس عالم، عمره ما حلم يخشوا ولا يروحوا، ولما جيتوا تخشوه اتلغى، فشيء طبيعي ان هو يمضي النادي هيوديه كاس عالم ويبقى فيه بطولات وفلوس وهيصه. هيقعد عندك في النادي يعمل ايه؟ هيقعد عندك في النادي عشان يطلع من الكونفدراليه؟ ما تتكلموا كلام منطقي. لو هنعد لكم اللعيبه اللي انتوا خدتوها من النادي الاهلي من اول احمد الكاس لحد عبد الله السعيد وناصر ماهر مش هنخلص عدد. خدتوا مننا 2 اساطير في النادي الاهلي، حسام وابراهيم، مضوا تحت كوبري اكتوبر ولا ناسيين؟ خدتوا حسين ياسر المحمدي في عز مجده، خدتوا ابراهيم سعيد، مش هنخلص عدد. لو قعدنا نعد مش هنخلص عدد. اتكلموا كوره، بلاش يبقى الكلام ايه هري وخلاص. اللي بيتكلم يتكلم في المنطق والمعقول، بلاش تقولوا اي كلام وخلاص، ده احتراف، المفروض تعترف بكده. عادي، مع عبد الله السعيد سابنا وراح بيراميدز وبعد كده رجع الزمالك ومحدش اتكلم ولا شتم ولا قال اي حاجه من دي خالص. لازم تتقبلوا الموضوع بصدر رحب، عشان اللي جاي اتقل. الخطيب ده طلع ايه؟ اسد. اللي جاي تقيل، لسه الونش ماضي وجاي هو كمان، ولسه حسام عبد المجيد، ولسه فتوح، في خطوط محتاجينها من عندكم كتير. ربنا يخلي لنا نادي الزمالك اللي عمال يمدنا باللعيبه.